فوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بالرباط وفدا يضم السيد جاريد كوشنر المستشار الرئيسي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والسيد مائير بن شباط مستشار الأمن القومي لدولة إسرائيل. واحنا فرحين عمالنا سنين هذه الساعة مباركة. الله يبارك عمر فيك. والسيد أبراهام بيركوفيتش المساعد الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية والممثل الخاص المكلف بالمفاوضات الدولية. وخلال هذا الاستقبال جدد جلالة الملك نصره الله الإعراب عن ارتياحه العميق للنتائج التاريخية للاتصال الذي أجراه جلالته في 10 من نوفمبر 2020 مع فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. ويشكل المرسوم الرئاسي الذي يعترف بمغربية الصحراء إضافة إلى التدابير المعلن عنها من أجل استئناف آليات التعاون مع إسرائيل تطورات كبرى في سبيل تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي. وتهم هذه التدابير الترخيص لشركات الطيران الإسرائيلية بنقل أفراد الجالية اليهودية المغربية والسياح الإسرائيليين إلى المغرب، والاستئناف الكامل للاتصالات والعلاقات الدبلوماسية والرسمية مع إسرائيل على المستوى المناسب، وتشجيع تعاون اقتصادي ثنائي دينامي وخلاق، والعمل من أجل إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب. كما هنأ